السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اصدقائي؟ انا النهارده جايه لكم اكله جميله جدا وبسيطه. انا صراحه ما كنتش ناويه اصورها، بعدين قلت لا لازم اصدقائي يعرفوا طريقه الكفته بالمكرونه طاجن. هعمله ان شاء الله يعجبكم. فانا النهارده عامله الكفته ومقطعها بالطريقه دي كده، زي الليمونه الصغيره في الحدود دي يعني. انا الكفته دي كفته رز، مش كفته لحمه وبصل وبس. ممكن تعملي على طريقتين. ممكن تجيبي اللحمه المفرومه وتحط عليها بصل مبشور وتحط التوابل بتاعتك وتخليها بنفس الطريقه دي. وممكن تكون كفته الرز اللي انا عملتها قبل كده. انا كان عندي منها في الديب صراحه، فطلعته وقطعتها بنفس الطريقه دي. ودلوقتي هحمرها وهنعمل خطوه مع بعض، خطوه بخطوه مع بعضينا، نعمل طاجن مكرونه ان شاء الله. ان شاء الله هيعجبكم جدا. فانا هنا مجهزه البصل بتاعي، لسه هبدا اقطع، وهعصر الطماطم دي، وهنرجع لبعضينا واحنا بنحمر الكفته. هنبدا ننزل الكفته في الطاسه عشان خاطر نحمرها. دي اول خطوه. انا قلت لكم كده الكفته ممكن تعمليها ان كانت كفته لحمه وبصل بس وتوابل، او ممكن تعملي كفته الرز اللي انا قلت لك عليها قبل كده. الكفته اللي تعجبك اعمليها وقطعيها بنفس الطريقه دي. صدقوني طعمها جميل جدا، وانا عملتيها مش هتندمي ابدا. انا كده هحمر الكفته كويس وهرجع لكم ان شاء الله تاني. انا كده خلاص حمرت الكفته بتاعتي زي ما حضراتكم شايفين. هبدا اطلعها كده. وانا كده خلاص بعد ما شلت الكفته حطيت معلقه سمن وبصلايه مقطعه تكون كبيره او تكون صغيره، وهبدا ان انا ادبل البصل بتاعي. مجرد ما البصله بتاعتي تدبل هكون مجهزه فصين من الثوم او 3 كده من الثوم، وهحط لهم البهار بتاعي. البهار بتاعك زي ما انت تحبي. ممكن تحطي بهار لحمه، ممكن تحطي فلفل اسود وملح وشطه كده يعني. فانا هجهز البهارات بتاعتي وهقول لكم عليها. هنا التوابل بتاعتي الشطه والفلفل الاسود، حبه كمون قليلين جدا، وملح، ورقتين من ورق الغار. احط التوابل بتاعتي كلها كده مع الثوم والبصل، هديها تقلبتين، وهكون مجهزه عصير الطماطم زي كوبايتين من عصير الطماطم. وفي نفس التوقيت هجهز المكرونه بتاعتي اسلقها. هسلق في حدود نص كيلو مكرونه. المكرونه اللي انت تفضليها اسلقيها، بس هي دايما بتحب تكون مكرونه حبيتها كبيره، مثلا زي مكرونه فرن اللي هي سن القلم، او ممكن تعملي مكرونه سباكيتي بتكون جميله جدا كده. انا خلاص احط عصير الطماطم وهسيبها تتسبك كويس جدا. وزي ما قلت لكم انا بسلق المكرونه في نفس التوقيت، وهرجع لكم بعد ما الصلصه بتاعتي تتسبك. انا كده خلاص الكفته معايا بقت جميله جدا، وزي ما حضراتكم شايفينها. ممكن على فكره تاكليها كده، بس انا حابه اعملها النهارده بطريقه جميله وسهله. فانا سلقت المكرونه زي ما حضراتكم شايفين، وممكن تعملي المكرونه الشكل طبعا اللي يعجبك يناسبك انت وولادك. فانا هبدا اغرف كده
حبيت ان انا اغرف قدامكم. هنزل الكفته كده. في كفته مرضتش تقعد معانا شويه بقى. شايفين الكفته كده منظرها جميل جدا، هي نازله كده على المكرونه اللي انا سلقاها. وكمان حابه انا اكسر اللون الاحمر ده كده بحبه خضره بيدوا طعم على فكره اثناء الاكل. وكمان ريحه الكزبره الخضراء روعه. اكله زي ما انتم شفتوها سهله جدا جدا وبسيطه ومش مكلفه بالمره. انا عندي يعني لو انت عندك قطعه لحمه زي ربع كيلو وبصلايه مبشوره وملح وفلفل، لو انت حابه تعمليها كفته من غير رز هتكون جميله جدا. وتحمريها ومع كيس مكرونه بتبقى غدوه من الاخر مع طبق سلطه. انا على فكره هعمل سلطه وممكن احمر بطاطس وكده تبقى غدوه من الاخر، فيها كل حاجه، فيها البروتين وفيها النشويات وفيها طبعا الخضار. هو طبق السلطه مهم جدا بالنسبه لي، فبقيت خلاص اكله متكامله من حاجات بسيطه جدا انت ممكن تجمعيها وتعمليها في البيت. ويا رب الطبق بتاعي يعجبكم، وما تنسوش يا بنات تعملوا لي شير ولايك واشتراك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.